عليكم ورحمة الله وبركاته. أدرك الغرب جيدا خاصة بعد معركتي حطين وعين جالوت أن مصر هي حجر الزاوية في الأمة الإسلامية والأمة العربية، فصنعت ووضعت مخططاتهم الزمنية لسلخ مصر من الأمة الكبرى الأمة الإسلامية، وبعد ذلك سلخها من الأمة العربية، وفي النهاية تكون مصر منفردة ليستطيع الذئاب نهش لحمها. في البداية أيقظوا روح القومية العربية وحركوا آلياتهم وحركوا ثقافتهم الدسيسة وحركوا أدواتهم الإعلامية لتقنع المصري ولتقنع الأمة المصرية أننا لسنا جزءا من الأمة الإسلامية الكبرى ولكن جزء من الأمة العربية خاصة. وبدأت النعرات القومية والنداءات بالوحدة العربية وما إلى ذلك، وهي كلمات حق كان يراد بها باطل. ثم مع مرور الوقت بدأ تفتيت الأمة العربية بعد حصر الأمة العربية عن الأمة الإسلامية. بدأ تفتيت الأمة العربية، والواقع يقول أن الدول العربية أصبحت الآن في شتات، لا تجمعهم وحدة عربية ولا سوق عربية مشتركة وما إلى ذلك. حتى جماعة الدول العربية أصبحت بلا معنى. حتى بدأت الآن الأصوات تعلو وتقول أننا لا ننتمي إلى الأمة الإسلامية ولا ننتمي إلى الأمة العربية، ولكن ننتمي إلى الثقافات وإلى حضارات القديمة التي كانت في مصر. ووجود هذه الحضارات ليس أبدا دافعا للانسلاخ من أمتنا الكبرى، بل بالعكس. هذه الحضارات هي إرث ثقافي، وهي قاعدة ننطلق من عليها لنتحرر ونتحرك ونبني ونجد في تقوية هذه الأمة. استطاع الغرب ونجح نجاحا باهرا في سلخ الدول الإسلامية من أمتها الإسلامية، ثم سلخها من أمتها العربية، ثم تفتيت الدول حتى الدول الصغيرة تفتت. السودان الآن وسوريا والعراق وما يحدث في فلسطين وما يحدث في اليمن، حتى الكيانات الصغيرة، الدول الصغيرة التي صنعوها بالسيد بيكو بدأوا في تفتيتها. وربما بعد برهة من الزمن نجدهم يفتتون المحافظات ويفتتون كل إقليم إلى لهجاته ليس ذلك ببعيد، فقد بدأت تظهر في شمال أفريقيا الانتماءات الأمازيغية مثلا، وفي إيران الانتماءات الفارسية. وبدأ الحديث عن إحياء نزاعات عرقية ونزاعات قبلية ونزاعات محدودة جدا، مآلها في النهاية إلى تفتيت هذه الأمة والقضاء عليها قضاء تاما. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل لهم في ذلك سبيلا، وأن يحمي هذه الأمة، وأن يحمي مصر، وأن يحمي الأمة العربية، وأن يحمي الأمة الإسلامية، وأن يرد كيد أعداء هذه الأمة. اللهم رد كيد أعداء هذه الأمة، اللهم رد كيد أعداء هذه الأمة.